المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الجنوبي يعقد اجتماعه الدوري 24. تنظيم سيمينار للحد من الحوادث المرورية في القاشبركة. فعالية عمليات جراحة العيون التي تطال القرى النائية. خمسة 35 مليون نيجيري يواجهون خطر المجاعة بعد انهيار التمويل العالمي. بريطانيا تندد بتصريحات ترامب المهينة عن دور الحلفاء بأفغانستان. عشرات الضحايا في انهيار أرضي بإندونيسيا. عقد مجلس الإقليم الجنوبي اجتماعه الدوري 24 يوم أمس 23 من يناير في مدينة مندفرة. وأوضح رئيس مجلس الإقليم الجنوبي عن مهمة دور أعضاء المجلس التي تركز على مراقبة وتقديم دعم الأنشطة الشامل التي يتم تنفيذها لتحسين سبل عيش المواطنين، مضيفا أنهم بحاجة إلى العمل معا لغرس ثقافة العمل الجاد والاقتصادي في المجتمع. وبعد الاستماع إلى تقارير المؤسسات الحكومية المختلفة، ناقش المجلس أنشطة التنمية والإدارية. وحث حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون أعضاء المجلس على القيام بدور فعال في عام 2026، قائلا إن الحفاظ على المياه والتربة والصيانة العامة للسدود ومعالجة آبار المياه وكذلك تنسيق مشاريع إمدادات المياه هي من بين الخطط الرئيسية لهذا العام. وقد أصدرت قرارات توصيات لتوسيع نطاقات خدمات ما قبل المدرسة وبذل الجهود لتحسين جودة التعليم من خلال غرس ثقافة القراءة وحملات التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين والإجراء الاستعدادات الكافية وتنظيم التدريبات لتحسين سبل عيش المزارعين والاهتمام بإمدادات الطاقة المنزلية. دعا فرع وزارة النقل البري في إقليم القاشبركة في السيمينار الذي عقد في بارنتو يوم أمس 23 من يناير، دعا السائقين إلى توخي الحذر لمنع حوادث المرور من خلال الحفاظ على سلامة مركباتهم. وأفاد مسؤول الفرع السيد هايلي أبرهة أنه في عام 2025 لقي ما مجموعه 49 شخصا حتفهم وأصيب 450 آخرون، وتم تسجيل أضرار في الممتلكات بقيمة حوالي 5.5 مليون نقفة، موضحا أن حوادث المرور زادت بنسبة 11% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وأن معدل الوفيات انخفض بنسبة 9% إلى جانب مخالفة أكثر من 640 مركبة بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليون نقفة لانتهاكها القوانين المرورية. وفيما يتعلق بوضع البنية التحتية، ذكر أنه تم صيانة الطريق الترابي ما بين شاكداسي بارنتو كونا وثلاثة جسور على طريق تسني جولوج وجسر واحد على طريق أغردات بيشا. وأضاف السيد حيلي في آن واحد من بين الخطط المقترحة تركيب إشارات مرور كافية في المدن وتوزيع دفاتر ملكية للجرارات وتنظيم دورات تدريبية لتنمية الموارد البشرية. وفي الختام طرح المشاركون بضرورة تحديث دروس القيادة باستمرار، وأن يحصل الطلاب الذين يجتازون اختبار القيادة على رخص القيادة الخاصة بهم بشكل أسرع، وأن يقوم مدربو القيادة بمراقبة حالة مركباتهم بشكل جاد. انخفض معدل المرضى الخارجيين بنسبة 9% بحلول عام 2025 وفقا لدراسة طبية أجراها مستشفى برهان الوطني المرجعي للعيون. وصرح المدير الطبي للمستشفى الدكتور كحساي فسحاسيون لوكالة الأنباء الإرثية إرينا، صرح بأن عدد المرضى الخارجيين انخفض إلى حوالي 62 ألف مريض في عام 2025 فضلا عن حوالي 69 ألف مريض في عام 2024. وأضاف قائلا أن عدد أنواع جراحات العيون المختلفة ازداد من
4847 عملية في عام 2024 إلى 6723 عملية في عام 2025، مذكرا المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة في أنشطتهم اليومية وإجراء الفحوصات الموسمية لتجنب الأمراض والحوادث التي تسبب العمى. وعلى وجه التحديد، أشار الدكتور كحساي إلى أن أنواع العمليات الجراحية شملت 18 عملية لعلاج الجلوكوما و85 عملية لعلاج التهاب الملتحمة و8 عمليات لعلاج إعتام عدسة العين الداخلي و12 عملية متعلقة بالدموع. وذكر بأن إعتام عدسة العين لدى الأطفال لا ينبغي تجاهله لأنه يسبب إعاقة دائمة، وحث الآباء على إيلاء اهتمام دقيق لبصر أطفالهم وإحضارهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي الرعاية الطبية الفورية. قال أطباء العيون إن الجلوكوما والتهاب الملتحمة وإعتام عدسة العين هي من الأمراض الشائعة، ونصحوا بتجنب العلاجات التقليدية لأن أضرارها تفوق فوائدها وتعرض للعمى في معظم استعمالها. أفاد مكتب جمعية النساء لناشطات في التجارة الزراعية المركزي أنه تم إحراز تقدم مشجع في تنمية الموارد البشرية والمعارضة الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي في عام 2025 المنصرم. وأشارت رئيسة الجمعية السيدة سنية اسفلدت في كلمتها إلى أن النساء العاملات في الزراعة في البلاد يكتسبن المزيد من القوة إذ تم تنظيمهن في جمعيات بدلا من العمل بشكل منفصل. وأوضحت سكرتيرة الجمعية السيدة مسجانة حلاي في التقرير الذي قدمته أن العضوات تتمكن من تحسين منتجاتهن من خلال إقامة علاقات مع الشركاء وتبادل الخبرات وتنظيم لبادرات في الفعاليات الوطنية والدولية. وفي الختام، يعد تنظيم دورات تدريبية لتعزيز تنمية قدرات العضوات وحملات مكثفة لدمج النساء العاملات في الزراعة التجارية في الجمعيات من بين الخطط الرئيسية لعام 2026. هذا وتأسست جمعية النساء الناشطات في التجارة الزراعية الإريترية في عام 2003 من قبل مواطنات يعملن في مشاريع زراعية تحت مظلة وزارة الزراعة. تبرع موظفو مختلف المؤسسات الحكومية في أسمرة ب 197 وحدة دم في الفترة من 17 وحتى 23 من يناير. وبناء على ذلك تبرع أعضاء مركز التدريب للخدمة الوطنية ب 22 وحدة، وأعضاء الفرقة العسكرية الوطنية ب 62 وحدة، وموظفو مكتب الرئيس ب 31 وحدة، وأعضاء إدارة الإقليم الأوسط ب 82 وحدة من الدم وفقا لمكتب العلاقات العامة لبنك الدم الوطني. وذكر أحد منسقي البرنامج في مكتب الرئيس السيد سعد كفلي أن البرنامج هو استمرار لبرنامج التبرع بالدم المنظم الذي يقومون به بشكل دوري، وأنهم سيواصلون القيام بذلك في المستقبل. من جانبهم حث موظفو إدارة الإقليم الأوسط جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب على التبرع بالدم نظرا إلى فوائده الصحية والمعنوية. وأشار مسؤول قسم خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض محاري أبراهام أشار إلى أن التبرع الطوعي بالدم في حالة جيدة بفضل زيادة وعي المجتمع. عقد سيمينار في مدينة عدائح يوم أمس 23 من يناير بهدف رفع مستوى وعي المرأة ومشاركتها في برامج التنمية. وشرحت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالمديرية السيدة مسلش لقاسي البرامج التي تم تنفيذها حتى الآن وخطط العمل المستقبلية لضمان دور المرأة ومشاركتها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء. وأكدت أن الاتحاد يعمل على ضمان الدور الفعال والمؤثر للمرأة وأنهن أصبحن يتنافسن في جميع المناصب. وذكرت سكرتيرة الاتحاد السيدة زبيب برهان ألم أنه يتم تنظيم دورات وحملات واسعة النطاق على مستوى إدارات الضواحي لتوعية المجتمع بحقوق المرأة وواجباتها. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، حذرت الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 35 مليون نيجيري معرضون لخطر الجوع هذا العام، من بينهم 3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وذلك في أعقاب انهيار ميزانيات المساعدات العالمية. وفي كلمته خلال إطلاق الخطة الإنسانية لعام 2026 في أبوجا، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني محمد مالك فالح إن نموذج المساعدات الذي يقوده الأجانب والذي ساد لفترة طويلة في نيجيريا لم يعد مستداما، وأن احتياجات نيجيريا قد ازدادت. لا تستطيع الأمم المتحدة سوى تقديم 516 مليون دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة 2.5 مليون شخص هذا العام، بانخفاض عن 3.6 مليون في عام 2025، وهو ما يمثل بدوره نحو نصف مستوى العام السابق. ندد مسؤولون بريطانيون وعسكريون أوروبيون سابقون بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور حلفائه من دول حلف الشمال الأطلسي الناتو في الحرب على أفغانستان. ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تصريحات ترامب بشأن تجنب قوات الناتو في أفغانستان خطوط المواجهة بالمهينة، واعتبرها موجة للاعتذار. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي يرتكب خطأ بالتقليل من شأن دور قوات حلف الشمال الأطلسي، وخاصة القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان. وفي مقابلة تلفزيونية قال ترامب إن قوات دول الناتو الأخرى بقيت على مسافة من خطوط المواجهة في أفغانستان. أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا فقدان 7 أشخاص حياتهم وفقدان 82 آخرين إثر انهيار أرضي ضرب مقاطعة جاوا الغربية في ظل هطول أمطار غزيرة تشهدها المنطقة منذ أيام. وذكرت الوكالة أن الانهيار وقع في قرية تابعة لمنطقة باندونغ الغربية، متسببا بأضرار واسعة، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين وسط صعوبات ميدانية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وطبيعة التضاريس. وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية قد حذرت من وقت سابق من استمرار الأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك أمطار غزيرة متوقعة في جاوا الغربية لمدة أسبوع. وتشهد إندونيسيا بشكل متكرر كوارث طبيعية خلال موسم الأمطار، من بينها الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما يخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. فجر انتحاري حزاما ناسفا وسط ضيوف حفل زفاف في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين بحسب ما أعلنت الشرطة. ووفق ما أفاد به قائد الشرطة المحلي عدنان خان، فأن قوات الأمن نقلت القتلى والمصابين إلى المستشفى، حيث وصفت حالة عدد من الجرحى بالحرجة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، غير أن الشبهات تتجه إلى حركة طالبان الباكستانية التي نفذت العديد من الهجمات في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتعد الحركة منفصلة تنظيميا، لكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الجنوبي يعقد اجتماعه الدوري 24. تنظيم سيمينار للحد من الحوادث المرورية في الجاشبركة. فعالية عمليات جراحة العيون التي تطال القرى النائية. 35 مليون نيجيري يواجهون خطر المجاعة بعد انهيار التمويل العالمي. بريطانيا تندد بتصريحات ترامب المهينة عن دور الحلفاء بأفغانستان. وعشرات الضحايا في انهيار أرضي بإندونيسيا.
سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.